a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Oh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Like that, she gon' go, I'm gon' do. She finesse, I fight bugs, she take that. Putting overtime on your body. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكل الطلبة، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. دلوقتي هناخد المحاضرة رقم 9 من المستوى الأول المهتم بتعليم القراءة والكتابة، والنهارده برضه هناخد شوية تركيبات مهمين مع مجموعة من الكلمات للحفظ. أفكركم إن هدف المستوى الأول إن هو يعلمني القراءة والكتابة ويديني شوية كلمات حلوين، حصيلة كلمات حلوة أبدأ بيها طريقي في تعليم اللغة الإنجليزية وفي تعلم اللغة الإنجليزية. أكتر من 500 كلمة موجودين في المستوى الأول. تمام؟ يلا بينا على طول نبدأ في المحاضرة رقم 9 معانا النهاردة. يعني أول تركيبة معايا لما يكون عندي 2 إي، لما يكون عندي 2 إي يلفظ واحد منهم. تمام، يلا كده نشوف الكلمات. يلا كده يبقى قلنا لما يكون عندنا 2 اي بنلفظ واحد منهم. هنا مثلا عندنا ايه؟ سي او اي في واحد منهم ايه اتلفظ، يعني يرى. 3 يعني شجرة. جرين اي جرين اخضر. 3 يعني ثلاثة. ميت يعني يقابل. تمام، دي القاعدة الأولى. قاعدة رقم 2 معانا النهاردة، لما يكون عندي 2 أو لفظهم بيكون طويل. زي كلمة مون. بص، مون يعني قمر، فاللفظ بتاعهم ايه؟ مفخم او طويل. فود يعني طعام. روم يعني غرفة او مجال، زي ما خدنا مثال قبل كده اسمه no room for mistake، يعني لا مجال للخطأ. تمام. اوقات برضو بيكون يعني قصير في النطق بتاعه، في كلمات مثلا زي كلمة بوك، فانت ايه بتخطفها كده، او اللفظ بتاعه بيكون ايه؟ لفظ قصير في كلمات زي كلمة بوك وفوت. برضو هنا ايه؟ يعني على القدم يعني. تمام. وبرضو كلمة جود، لان احنا لو هيبقى اللفظ بتاعه طويل هنقول ايه؟ جود. تمام، بس طبعا مش بنقول جود، احنا بنقول ايه؟ جود. فهنا ايه؟ اللفظ بتاعه بيكون خفيف او قصير، يعني جيد. تمام، تعالوا ناخد رقم 3. بتقول ان انا لما يكون عندي او دبليو لفظهم بيكون او. لما بشوف او دبليو اللفظ بتاعهم في النطق بيكون ايه؟ او. زي مثلا كلمة، يلا نحاول ان احنا نقرأ. تمام. نقرأ يلا. فهنا اسمها ايه؟ كاو. او هو او اللي قدامك ده بقى كده، يعني زي مثلا اقول ايه؟ كاو يعني بقرة. فهنا الاو دبليو او اللي هي دي يعني.
how much, how many مثلا يعني كيف. now أو تمام، أو أهو أو تمام. now يعني الآن. تمام ماشي. ممكن يكون برضو طويل زي مثلا المثال ده، وبرضو المثال ده. هنا مثلا window يعني نافذة، هو الشباك يعني. يلو يعني أصفر، فهنا بتبقى يعني إيه طويلة شوية. يلو تمام. ماشي. تعالوا ناخد التركيبة رقم 4. التركيبة رقم 4 لما يكون عندي اي بيبقى اللفظ بتاعهم اوي، قصدهم ايه؟ اوي. زي مثلا ومثلا يلا كده. ها هنا طبعا دي كوين اوين. بص اهو يعني انت كوين اهو. بص اللي هي الاو دي كوين. كوين يعني عملة. تمام، اللي هو الاو مع الاي. جوين يعني يلتحق. بويل يعني يغلي. بوينت يعني نقطة. تمام، فاحنا بنتكلم عن الاو اي بوينت. تمام. تعالوا ناخد بقى الكلمات اللي هتحفظوها النهارده. يعني جايب لكم شوية كلمات حلوين كده بمقطع اسمه هارت. مين يعرف يعني ايه هارت؟ مين يعرف؟ وهيد. مين يعرف يعني ايه هارت؟ هارت يعني ايه؟ قلب. وهيد يعني ايه؟ رأس. ماشي، يلا بقى ناخد الكلمات. تمام، يلا كده. طيب ناخد دول نشوف المعنى. heart beat يعني نبض القلب. heart break يعني كسر القلب، يعني حد كده ايه قلبه مكسور. فدي اسمها ايه؟ heart break يعني كسر القلب، يعني حد كده ايه قلبه مكسور. heartless يعني بلا قلب، ما عندوش قلب يعني، او بلا مشاعر اللي هي heartless. تمام. في كلمة كانت قبلها هنا مثلا نكتبها اهي heart warming يعني دافي المشاعر. دافي ايه؟
المشاعر، عنده مشاعر يعني وكده. تمام. heartfelt يعني نابع من القلب، يعني من جوه القلب كده. تمام. open hearted يعني طيب القلب، الانسان طيب ايه؟ القلب، اللي هو الطيب يعني. all hearted يعني بكل القلب. ماشي. heart ache يعني وجع القلب، وجع القلب. اصلا كلمة ache يعني وجع او الم يعني. heartland يعني قلب البلد. انت مثلا رايح منطقة، انا يقول لك ان المنطقة دي مثلا او المكان ده في قلب البلد. قلب البلد يعني هارت لاند. تمام. ماشي. في اي كلمات تانية؟ ايوه، تعالوا بقى ناخد الكلمات دي. يلا. هيد ماشي. يلا. هيد ايك يعني الصداع او وجع في الراس، اللي هو ايه؟ الصداع. هيد لايت مصباح امامي في السيارات، مصباح امامي اسمه هيد لايت. هيد فون يعني سماعة راس، سماعة ايه؟ راس. هيد ماستر يعني مدير المدرسة. هيدلاين يعني العنوان الرئيسي. تمام. برضو كان في كلمة اسمها هيد ستارت يعني بداية متقدمة، بداية متقدمة اسمها هيد ستارت. تمام. هيد واي يعني تقدم. هيد واي يعني ايه؟ تقدم. هيد ستور او هي اصلا مش موجودة، يبقى هي كانت هيد ستارت مش هيد ستور. تمام. هيد ستارت يبقى دي هي الهيد ستارت. تمام. ماشي. يبقى الهيد ستارت هي ايه؟ البداية المتقدمة. انا كتبتها فوق يعني، هي كانت مكتوبة هنا. تمام. بداية ايه؟ متقدمة. تمام. هيد روم يعني المساحة الرأسية. هيد روم يعني ايه؟ المساحة الرأسية. هيد ووتر يعني الأجزاء العليا من النهر. تمام. بس كده يا سيدي، دي كانت الكلمات على المحاضرة التاسعة اللي مفروض انت تحفظها. بس كده خلصنا كده المحاضرة رقم 9. في النهاية دمتم في أمان الله وحفظه.